في اوقات بنشوف حاجات جامدة جدا وبنقول يا ريت كنا صورناها، فحبيت في الفيديو ده اجيب لك تجميعة من اللحظات المذهلة اللي تم تصويرها بالكاميرا. واكيد لو كنت شفتها على الحقيقة كنت اول حاجة هتعملها وهتقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وبعدين هتطلع تليفونك وتصور. انا حمادة حمدي من قناة ايموشن، ادعم القناة باشتراك وادعمها بلايك. القطة بتستخدم طريقة مذهلة في النزول من على الدولاب. ايه اتفاجئت انك بتتصوري ولا ايه؟ اول مرة اعرف ان الشجر ممكن يكون بيتنفس زي البشر. الخروف بيتعامل مع الطبق البلاستيك بعدوانية قوي وفاكره خروف تاني، ولما جه يديه بالدماغ الطبق قلبه على ظهره. مسكين مصدوم من اللي حصل له. الفيديو ده بيوضح مدى صداقة غرير العسل مع الديب، حتى ان الديب بيستنى غرير العسل مخصوص علشان يصطاد معاه. عندي توقع مش متأكد منه في المشهد ده ان هم اصدقاء قوي لدرجة انهم بيباتوا في مكان واحد، يا اما الديب مستني غرير العسل علشان يصطاد معاه. حقيقي اول مرة اشوف دبور وهو بيبني عشه. سبحان الله، تحس انه بيبني العش ولا اجدعها بنا. ولو اول مرة تشوف حاجة زي كده قولي في التعليقات. الام لازم تكون مسيطرة دايما حتى لو كانت من الحيوانات. مش قلتلكوا خشوا جوه؟ ما بتسمعوش الكلام ليه؟ اهو الدب كمان طلع حرامي. عندي سؤال لولبي، هو مين اللي هيفتح له اكياس الحاجات دي؟ ولا هياكلها باكياسها كده؟ طبعا انت زيي بالظبط، اول مرة تشوف فرس النبي وهو بيعمل عش للبيض بتاعه. اللقطة دي تحيلك فعلا ان عمرها ما كانت بالجسم. شايف العنكبوت قد ايه والدبانة قد ايه؟ العنكبوت مسكها وقال لها اقسم بالله ما هسيبك، انا ما صدقت لقيتك. لما الميكانيكي يكون معرفة ده اللي هيحصل. دي بقت 600 حتة يا عم الحاج. الفرخة بتبيض والبيضة هتقع على الأرض. يا ابن اللعيبة، ده لقم البيضة ولا أكنه بيلقم كرة بيسبول. دي اللقطة اللي أقدر أقول عليها اتصورت في الوقت المناسب فعلا. لمح الجون طالع بره شوية ومرحموش، اداله جون عالمي. عالمي يا ابني والله. الخرفان مش عارف مالها اليومين دول، ونقول عليه ايه ده؟ بتتدرب بوكس ولا بتتدرب على النطح ولا ايه حكايتك؟ وادي خروف تاني بيتدرب على لودر. يا ابن المجانين، دماغك ما وجعتكش؟ ما وراناش غير الخرفان ولا ايه؟ حتى انت كمان بتتدرب وانا لا. هي الخرفان مالها كده اليومين دول؟ هي الناس دي كلها واقفة تصور ايه كده؟ هل ده حدث مهم قوي يستاهل العدد ده كله يصور؟ يا ولاد الايه، طلعوا واقفين علشان يشوفوا لحظة تفجير الكوبري. لحظة تستحق التصوير فعلا. يا عم سيبه يجيب الجون، كان شكله هيبقى حلو قوي الصراحة، بس الصدة بتاعتك طلعت احلى من الجون اللي مجاش ده. انا قطعت الخلف يا ولاد اللذينة. امال الراجل اللي قاعد ده حصل له ايه؟ اكيد عملها على نفسه. يا ولاد اللعيبة، عملتوها ازاي دي؟
انت قلبك جامد قوي يا نجم، لو وقع يبقى شكرا. لا تقريبا شكله واثق قوي من نفسه. كابوم. امال لو رحت البحر الحقيقي هتعمل ايه؟ انت ايه يا ابني؟ ايه الخفة والرشاقة والحلاوة دي اقسم بالله؟ مش خايفين من الارتفاع ده كله ولا ايه؟ ماشي، بس في ناس كتير بتنط من اعلى من كده بكتير، لكن تنطوا كلكم مرة واحدة وفي مكان واحد، مش عارف اقول لكم ايه. اول واحد نط زمانه في ذمة الله. 2 بيتدربوا على الملاكمة عادي، لكن الدب ده ايه دوره في الموضوع؟ شكله بيعمل حاجة محدش فاهمها غيره. ربنا يشفيك ويشفي اللي زيك. بالرغم من انه من اصحاب الهمم، لكنه بيلعب جولف احسن من ناس كتير. انا نفسي اركب البتاعة دي مرة واجربها، بس تقريبا مش انا الواحد اللي نفسي، علشان الراجل ده مش معاه جنيه في جيبه وعايز يجربها برضه، فقال يجربها بالعافية. بس شابوه عليك. جاري جاري. ليه يا ابني كده انت وهو؟ هو عمل لكم ايه علشان ترموا الرمية دي؟ السماعة راحت فين؟ الناس واقفة وشايفة الموقف ومحدش فيهم عايز يقول للراجل حاجة. وبس كده الفيديو خلص. واكيد لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، فما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.